السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير ومع فيديو جديد من فيديوهاتنا التحفيزية. اسمعوني كويس، في حاجة لازم تتقال. اليوتيوب مش منصة، اليوتيوب اختبار صعب للصبر، واختبار للأعصاب، واختبار للإيمان بنفسك. ناس كتير فاكرة إن أصعب حاجة في اليوتيوب هي التصوير أو المونتاج أو شراء المعدات. لا، اصعب حاجه في اليوتيوب انك تتعب وما تلاقيش النتيجه. تسهر ساعات تفكر في فكره، تكتب سيناريو، تصور، تمنتج، تصمم صوره مصغره، ترفع الفيديو وتفضل مستني. وبعدين تفتح بعد ساعات تلاقي 20 مشاهده او 50 او حتى 100 او 150، رغم انك حاسس ان الفيديو ده احسن فيديو عملته في حياتك. ساعتها الشيطان ما بيجيش يقولك انك فاشل، لا، بيهمس لك بحاجة أخطر، يقول لك ما تتعبش نفسك، محدش مهتم. وهنا ناس كتير بتقع، مش بسبب قلة المشاهدات لكن بسبب قلة الأمل. المشكلة إن الناس شايفة القنوات الكبيرة دلوقتي، لكن محدش شافهم هم بيتكلموا مع نفسهم، محدش شافهم هم بيرفعوا فيديوهات محدش بيتفرج عليها، محدش شاف الأيام اللي كانوا بيفكروا فيها يقفلوا القناة ويرموا الحلم كله. الناس شافت النتيجة وبس، لكن ما شافتش المعاناة. خليني أقول لك الحقيقة المؤلمة في اليوتيوب، مش كل فيديو كويس بينجح، ومش كل فيديو ناجح بيبقى كويس، ودي حقيقة لازم تتقبلها. لأنك لو ربطت قيمتك بعدد المشاهدات هتعيش محطم طول عمرك. في فيديوهات تعبت فيها أسبوع وبتجيب أقل الأرقام، وفي فيديو عملته في ساعة بيطير وبيرفع. ليه؟ محدش عارف. دي طبيعة المنصات. لكن المصيبة ان ناس كتير بتبدأ تشك في نفسها وتقول يمكن صوتي وحش ومش حلو، يمكن شكلي مش مناسب، يمكن انا فاشل، يمكن الناس مش بتحبني. لا، اوعى تفكر في ده يا صاحبي. ممكن جدا تكون المشكلة مش فيك، ممكن تكون المشكلة انك لسه ما خدتش فرصتك. في فرق كبير بين انك فاشل وبين انك لسه. كلمة لسه دي ناس كتير مش فاهماها. لسه ما وصلتش، لسه ما انتشرتش، لسه ما ظهرتش، لكن ده لا يعني انك مش هتوصل. عارف مين اللي عمره ما وصل؟ اللي وقف بس، اللي قرر انه ينسحب، اللي سمع صوت الاحباط اكتر من صوت حلمه. انا عارف ان في ناس بتدفع من جيبها، وفي ناس بتشتري معدات، وفي ناس بتصرف على الانترنت، وفي ناس بتضحي بوقتها وراحتها، وبعدين تشوف النتيجة ضعيفة. عارف الاحساس ده؟ احساس انك بتحفر في الصخر. لكن اسمعني، اكبر خطأ انك تقارن الفصل الاول من قصتك بالفصل الاخير من قصة غيرك. الناس اللي شايفها كبيرة النهاردة كانت صغيرة جدا في يوم من الايام، وكان في حد بيقول لهم سيبك من الهبل ده، وكان في حد شاف ان حلمهم مستحيل، لكن الفرق انهم كملوا. اليوتيوب مش لعبة موهبة، لا، اليوتيوب لعبة نفس طويل، لعبة اللي يقدر يكمل، لعبة اللي يقدر يستمر وعنده إصرار وعزيمة وتحدي، لعبة اللي يقدر ينزل الفيديو رقم 100 بعد فشل الفيديو رقم 99. ودي بطولة مش أي حد يقدر عليها على فكرة. وعايز أقول حاجة لكل واحد محبط دلوقتي، يمكن الفيديو اللي جاي هو اللي يغير حياتك، يمكن المشاهد اللي هيتابعك بكرة يكون سبب رزقك، يمكن الفرصة أقرب مما تتخيل. لكن لو وقفت النهاردة عمرك ما هتعرف. عشان كده اتعلم، طور نفسك، حسن مستواك، اسمع النقد وما تملش، لكن ما تسمحش للأرقام إنها تسرق منك ثقتك بنفسك. لأن المشاهدات رقم، أما الإرادة هي اللي بتصنع النجاح. في النهاية، لو انت من الناس اللي تعبت في اليوتيوب وسهرت وصرفت واتخذلت وتم احباطك واحباطك ده وصل للسماء، فانا عايز اقول لك كلمة واحدة: ما تقفلش قناتك، قدم قبل ما تدي حلمك حقه. اوعى تقفل قناتك، ادي الحلم فرصة. حلمك انت، حلمك اللي جواك، ادي فرصة للهدف اللي انت عايز توصل له، مش تقفل القناة. خلي الحكم الأخير للزمن مش للإحباط، وخلي عندك يقين إن كل فيديو بتعمله النهاردة يا إما هيقربك من النجاح أو يعلمك إزاي تنجح، وفي الحالتين أنت بتكسب. خلي بالك،
هنرجع نعيد الكلام اللي بنقولوه وهنقولوه ومنقولوه. الإرادة، التحدي، الإيمان بالله وإيمانك بنفسك وقدرتك إنك تقدر تحقق أحلامك وهدفك. اوعى يتم إحباطك، اوعى تخلي اليأس يتسرب لنفسك وتوقف. ما ينفعش. فكر، بص للموضوع من زاوية تانية. بلاش تقارن نفسك بغيرك، خليك نفسك. اوعى تخلي حد يشمت فيك، وياما قلنا الكلام ده ومنقولوه وهنقولوه. خلي العزيمة دايما موجودة عندك وقدامك. اعمل حاجة انت بتحبها، وارمي هدف عدد المشاهدات من دماغك دلوقتي. هتيجي، صدقني الفرصة هتيجي، بس انت اعمل شيء انت بتبدع فيه. اوعى تقلد. مش عشان قنوات الطبخ نجحت اخش في قنوات طبخ. ما جايز انت عندك موهبة انت مش شايفها. حاول دور على حاجة جواك، مش على حاجة في الفيديوهات. في حاجة جواك صدقني، شيل من عليها العفار، شيل من عليها التراب، ودور عليها وهتلاقيها. وهتلاقيها وهي موجودة جواك، مش موجودة في حتة تانية. بس انت اللي مش عايز تدور، انت اللي معمي. انت عايز تبص لغيرك وخلاص. صدقني كل واحد يفتش جواه هيلاقي موهبته. كل بني آدم ربي سبحانه وتعالى خلقه عنده موهبة، في اللي استغلها واكتشفها، وفي اللي للأسف ما عندوش إرادة ولا عنده العزيمة ولا النية حتى انه يتعب نفسه ويفتش عنها. دي بتبقى ناس عايزة تنجح على الجاهز. مش هيحصل، وإن حصل الهبوط بيبقى سريع. صدقوني بكلمكم بمنتهى الصراحة، ما ينفعش انافق في حاجات زي دي. اليوتيوب يا جماعة مش بيكافئ الأسرع. اليوتيوب في النهاية بيكافئ اللي رفض يستسلم.